السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة الفخراني، والنهاردة الفيديو ان شاء الله يعجبكم جدا بإذن الله. النهاردة حبيت اعمل معاكم حاجة جديدة كده بجربها مع نفسي، وهشوف لو نفعت ولا ايه. هشوف كده ايه هي بقى. ان انا ان شاء الله هعمل تحدي مع نفسي، ان انا اعمل المطبخ مثلا في نص ساعة. فهظبط المنبه على نص ساعة وانا ببتدي معاكم كده، وابتدي ان انا اظبط المطبخ، احاول ان انا اخلصه في النص ساعة. بس قبل ما نبتدي التحدي كده، عايزاكم حبايب قلبي تسلموا لي يا رب على تشجيعكم على الفيديو اللي فات، ربنا يكرمكم يا رب. حابه ان انتوا طبعا تكملوا في تشجيعكم ليه، عشان أنا لسه قناتي صغنطوطه قد كده، فعايزاها تكبر بيكم وليكم عشان نستفيد مع بعض. انا استفيد منكم وانتوا تستفيدوا يعني بشويه حاجات مني، وننفع بعض ان شاء الله، وتكون قناه نافعه باذن الله يعني. فما تنسوش تشجعوني بقى، لايكات 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 كتيره كده، وشير وسبسكرايب بقى، ودلعوني. ماشي. وبس كده. هنا بقى عايزة كنت أوريكم المنظر الجميل ده، منظر الرخامات. عايزة أقول لكم من امبارح، بس أنا سبتها بصراحة بالليل، خلاص كنت خلاص فصلت بعد يوم السوق وسبت الدنيا كده. وعايزة أقول لكم كمان إن اللي زاد وغطى بقى إيه إن تاني يوم المية كانت قطعة من الصبح لغاية دلوقتي. أنا عايزة أقول لكم إن دلوقتي أنا بصور لكم بعد المغرب، فتخيلوا بقى من الصبح انا هايصه الهيصه دي، وما عملتش غير انا بفطر مثلا، بفطر او بحط الفطار لينا، وبعد كده اروح سايبه المواعين مكانها. فصورت لكم البهدله كلها بقى، عشان ايه؟ لما تنضف كده تحسوا بالفرق. فده برضو مطرح ما لسه مخلصين، فجايبه لكم الصوره الواقعيه بقى. وكمان كنت مشغله غساله الاطباق، عايزه اقول لكم، وكمان في مواعين قد كده هنعملها على ايدينا، فالله المستعان يعني. فبس طبعا بهدلة قطع المية دي بتبقى مشكلة كبيرة. فاللهم لك الحمد على كل النعم اللي احنا هي في حياتنا واحنا مش حاسين بيها. فعايزة اقول لكم يعني انه اهم حاجة انه الواحد يستشعر النعم الموجودة في حياته. يعني اللهم لك الحمد، احنا في نعم لا تعد ولا تحصى، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وكل ما احنا شكرنا ربنا على النعم دي بتزيد ان شاء الله. تمام. فانا كنت عايزه اقول لكم ان سبحان الله، لما انا الميه قطعت وبعد كده جت، حسيت بقد ايه يعني قيمه الميه. سبحان الله، لما رجعت حسيت بفرحه كده. عارفين النور لما يقطع وبعد كده فجأة تلاقوا العيال بيصوتوا عشان جه النور؟ فاكرين السنة اللي فاتت كان بيحصل كده؟ فهي دي نفس القصة. احنا نعمة النور موجود، نعمة المية موجودة، بس طالما ان احنا هي موجودة كده كده، واحنا مستنفعين بيها وعادي، فاحنا بنشوفها عادي. لكن سبحان الله، بمجرد ما ان هي تختفي او ان هي تقل فجأة كده، او حتى مش وقت كتير، ان شاء الله لو ساعتين حتى في اليوم النور قطع او كده، انت الحياة عندك بتتعطل. يعني سبحان الله، انا متعطله من الصبح، ما عرفتش ان انا اعمل اي حاجه، عايزه اقول لكم. ولان ما فيش ميه اشطف بيها حاجه، ولا مثلا لو هنضف او امشي ايدي حتى على البوتاجاز زي ما انا بعمل كده، ما فيش ميه ان انا انضف بيها بعدها، فهعمل ايه؟ فسبت كل حاجه بقى زي ما هي. فالحمد لله انا ايدي دايما في البوتاجاز، ف ما خدش معايا بصراحه وقت، يعني يا دوبك كده مسحتين كده وشويه بتاع الرش اللي انا بقول لكم عليه دايما ده. بحط فيه منظف، اي منظف ارضيات، اي حاجه، كلوروكس، الوان اللي انت عايزاه، وبتزودي عليه ميه وبتحطيه في بخاخه. وعايزه اقول لك بقى، تبخي 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 في كل مكان، انت ماشيه كده وانت بتبخي في الشقه وانت ايه بتلمعي، فبيرجع لك الحاجه زي الفل. ده اللي انا عملته دلوقتي مع البوتاجاز، اللهم لك الحمد. فسبحان الله، دايما اشكروا ربنا على النعم، لان احنا في حياتنا نعم لا تعد ولا تحصى والله. بس احنا من كتر ما السوشيال ميديا عمي عينينا عن الحاجة دي، وان شايفة فلانة جابت ودي عملت كده، وعينينا على طول مليانة بالحاجات اللي موجودة في كل حتة، فعمرنا ما بنشوف النعم الموجودة في حياتنا. فكل ما احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على الحاجة دي تزيد بإذن الله. هنا كنت بوريكم البراد ده، عايزه اقول لكم ان البراد ده دايما هتلاقوه عندي كده من غير غطا. هو ملوش غطا. ليه بقى؟ هقول لكم السبب. هو كان ليه غطا كده خشبي، وعليه جوان زي بلاستيك كده جوان، فبيحكم الاغلاق يعني. فكنت بحطه على النار بصراحه، ولما بحطه على النار يغلي، فالبتاع ده كان بيفك من فوق، ففجأة كده لقيته فك خالص. حاولت ان انا الزقه واعمله، راح فك تاني، فرحت رمياه بصراحه. فدلوقتي بقى من غير غطا، فبصراحة لسه بستعمله لغاية لما ان شاء الله اجيب حاجة تانية. لسه ما روحتش جبت بصراحة، يعني ان شاء الله اروح اجيب واحد تاني يكون شكله كويس يعني، ويكون يعني عملي اكتر بإذن الله. فهتلاقوه معايا دايما كده من غير غطا، فما تستغربوش. واخوه برضو كده يعني عندي واحد عسلي برضو كده وملوش غطا.
هو الغطيان بتاعتهم بتبقى خشب وبتسيح من تقريبا ملزقينها بطريقة وحشة او ايه معرفش، بس بتسيح بقى من النار. فاللي عنده واحد له غطا، شيلي الغطا وانتي بتغلي وسيبيه على النار، بعد ما تخلصي ابقي حطيه بقى كده كمنظر يعني، وتصبي منه كده وحركات. لكن هو عملي جدا من غير الغطا، وشغال بقى، وبعلي عليه النار على فكرة، وما شاء الله يعني تحفة. ما بتأثرش بانك انتي تعلي النار او كده. وبحطه ساعات عادي على الرخامة، بس خلي بالكم بلاش تحطوه على الرخامة زي يعني، لان انا كان في الاول بصراحة اول ما جبته بقى كنت عارفين انتوا الحاجة لما تجيبوها لسه جايبينها، فبتخلي بالكم بقى وحنتفة بقى وكده. لكن بعد كده بقيت ايه على طول بقى ايه معليه عليه النار بقى ولا بركز حطيته فين. فبس يعني زي ما بيقولوا الغربال الجديد له شد. هنا بقى كنت بعمل ايه بقى، الذرة بصراحة عايزة اقول لكم الذرة ده ذرة اصفر وذرة ابيض. امبارح كنا جايبينه في مشتريات السوق، فما شاء الله اللهم بارك، تحفة. يعني كان الاصفر بصراحة اتكسرت معايا بايدي كده بسرعة. الابيض شوية غلبني بس برضو حلو شغال يعني. فاكيد الاصفر طعمه احلى يعني ان شاء الله. هو حتى كان اغلى، ده ب10 وده الواحدة ب5. فبعد كده ان شاء الله هشوف لو طعم ده طلع احلى اللي هو الاصفر، هبقى اعتمد ان انا اجيبه باذن الله. اللي هو يعتبر السويت كورن، بس فيه بيبقى اضخم من كده شويه، بس ده اللي انا لقيته قدامي بصراحه. فهحطهم. عايزه اقول لكم انا بعمل ايه بقى، انا بسلقهم حلو قوي في حله الضغط. وممكن لو ما عندكوش حله ضغط ما فيش مشكله على فكره، عادي الموضوع بسيط يعني، وبيتسلقوا عادي جدا وما بياخدوش وقت ان شاء الله. فانا بريح دماغي بصراحه واسلقهم عشان بحبهم مهريين، ما بحبش يبقى فيها قرشه كده، لا، بحبها ايه مسلوق مسلوق. وبعد كده بقى اذا حابين تعملوا الحاجه الغلط دي اوكي، مش حابين خليكم ماشيين صح. ايه هي بقى، انا بجيبه بعد ما يتسلق واحط شويه زبده كده في طاسه، وبعد كده بقى تشوحيه على الناحيه دي والناحيه دي، تديله شويه ملح وفلفل اسمر وزي الفل، بيبقى عسل، بيبقى خطير. بيبقى حكاية. عايزة تشويه على البوتاجاز، بس هو مش صحي ابدا ان انتي تحطيه على عين البوتاجاز، ده ما انا سمعت ان هو مش كويس. عامة يعني الشوي بيبقى مش صحي ابدا يعني. تمام، الشوي اللي هو مباشر على كهرباء، على الكهرباء على البوتاجاز، او مباشر على الفحم، فبيبقى فيه ثاني اكسيد الكربون تقريبا وحاجات معرفش بالظبط يعني، بس هو مش كويس. فيعني انا بصراحة لقيت ان الطريقة التانية دي تحفة. ممكن على فكرة مش زبدة بضمير يعني، ممكن تحطي لحسة زبدة يعني معلقة زبدة صغنططة كده، هتيجي هتوفي بالغرض يعني ان شاء الله. تمام. هنا بقى كانت غلبتني في البتاع ده، في القفلة بتاعتها. عايزة اقول لكم ان دي حلة ضغط من ارشيا. دي مقاسها 26، كنت جبتها من فترة يعني. فهي البتاعة دي اللي انا بعلم لكم عليها، اللي هي الاسود دي، بتقفلي كده خلاص هي بتتقفل تمام. ماشي. بعد كده هي بتطلع هواء، اللي هو التنفيذ بتاعها بيبقى من الحتة السوداء دي، وكمان من الحتة اللي هي بتفضل تطلع وتنزل دي، اللي انا مسكتها لكم دلوقتي. بسيبها على نار عالية الاول بداية، لغاية لما تطلع الصوت اللي هو صوت البخار. وبعد كده بتهدي عليها بقى وتسيبيها نص ساعة كده بالكتير، بتكون ان شاء الله زي الفل وبيبقى جميل جدا. هبقى اصوره لكم برضو لما يطلع ان شاء الله. تمام حبايبي. وبالنسبه بقى جيت هنا بصراحه، انا كنت منضفه الحته دي قبل يعني الصبح قبل ما الميه تقطع وكده، فانا كنت منضفه بصراحه الرخامات، بصحى الصبح انضف الرخامات وكده والبوتاجاز وكله. فهي دي الحته دي ما خدتش معايا وقت. بس كان عندي بقى باقي الحاجات الجميله دي، شايفين منظر الرخامه، وهنا كمان ده كان مكركب اللي هو الكورنر ده، انا ببقى حاطه فيه الحاجات اللي هي بسحبها ايدي فيها على طول. هوريكم دلوقتي، هشارككم بقى انا حاطه فيها ايه. تمام. بس فسبحان الله، لا اليوم اللي بيبقى فيه مفيش مية والله العظيم اليوم كان عدى بصراحة. ايه ده، مفيش مقارنة يعني انتي بتبقي متبهدلة متمرمطة والله. فالحمد لله والشكر لله على كل نعم احنا مش شايفينها يا رب. هنا بقى كنت بوريكم الفيتامين ده، هوريه لكم دلوقتي. الفيتامين ده عايزة اقول لكم اسمه كابرينو او دي كابرينو حاجه كده. المهم ده فيتامين دي. خلاص انا هقرب لكم الصوره دلوقتي عشان تاخدوا سكرين شوت. ده عباره عن 200 الف وحده. تمام، ده بيتاخد مره كل شهرين. اهو دي كابرينو. تمام، ده فيتامين دي 2000 وحده. في امبول 2 امبول. تمام. الامبول الواحد انت بتستعمليه كل شهرين، لان الوحدات بتاعته كبيره قوي. تمام. بتعمليه ازاي، بتصحي الصبح على الريق، بتاخدي منه امبول واحد وبتفضيه على نص كوبايه لبن، كوبايه لبن براحتك، وبتشربيه على الريق، اهم حاجه على الريق. بعد كده شويه وتفطري. ماشي.
فممتاز يعني كل شهرين التزمي بيه واكتبي انتي خدتيه امتى. لو عندك نقص في فيتامين دي لازم تحللي قبل كده طبعا وتشوفي الدنيا عندك ايه. اللي كنت بوريه لكم ده بقى ايه، دي خلطة بصراحة سمعت عنها انها بتخسس فرحت عاملاها. ايه هي بقى؟ ورق لورا وكمون وشمر. بتحطي التلاتة مقادير زي بعض وتاخدي منهم معلقة كده وتنقعيهم، وانا بشربهم بصراحة مرة واحدة. بحاول التزم بصراحة، ما اكذبش عليكم، بعد الغدا. بيخسس، بيقال ان هو بيخسس وبيظبط المعدة. ده بقى ايه؟ دي خلطة برضو كنت عاملاها بس خلاص خلصت يعني، كنت عاملاها في الشتاء الصراحة وده اللي باقي منها من الشتاء. الخلطة ايه؟ عبارة عن عسل وحاجة اسمها القسط الهندي وحاجة وتالت حاجة زيت حبة البركة وحبة بركة بحالها. فحطيهم على بعض وادي العيال منهم. هو القسط الهندي طعمه صعب جدا جدا يعني، فحاولي انتي تحطي تنتوفة وتحطي عليها عسل كتير عشان يتقبلوه. وتدوبيها بعد كده القصة دي في مية او تديها لهم كده وبعدها ايه وراها كوباية مية عشان تتبلع. هنا كنت بوريكم بقى الخروب. انا ده عندي من رمضان، فهعمل فيه ايه؟ هسيبه في التلاجة؟ لا، قلت استفيد منه لان قريت عليه شوية فوائد هقول لكم عليها. ده خروب بودرة كده كنت جايباه من فتح الله يعني في رمضان، ففضل معايا. عايزه اقول لكم انا اصلا بحب الخروب. بس قبل ما اقول لكم دي بقى برضو عايزه اقول لكم دي اعشاب كنت جايباها برضو من راجل عندي من جنبي من العطاره بتاع التخسيس اهو. بجرب على نفسي، بصوا انا عامله نفسي حقل تجارب وبشتغل بقى. هقول لكم لو جابت نتيجه والله هقول لكم ان شاء الله. دي قراقيش اللي هي بدقيق اسمر برضو، بس دي كنت جايباها من الفرن الصراحه، مش عاملاها في البيت. تحفه برضو يعني، بعملها بدل العيش او كده يعني، بستهلكها فطار وعشاء. بس حبايبي دي الحاجات اللي كانت هنا. بصوا بقى ايه الخروب. انا كنت بقول لكم انا بحب بصراحه الخروب اللي هو القطع، اللي هو بحاله ده، اللي بتمسكيه بقى كده تغسليه وتقعدي تقرقضيه زي الفار تمام. فانا بحبه كده بصراحه جدا، احلى من العصير بقى. عايزه اقول لكم ما بحبش العصير بتاعه يعني، بشربه كفايده وبشربه من غير سكر. تمام يعني زي الباودر دي دوبتها كده معلقتين وبحطها على ميه لان هي مفيده فبشربها. بس هو جميل جدا لما تاكلوه قطعة كده تحفة. مش عارفة مين بيحبه، يكتبوا لي في التعليقات مين اللي بيحبه زي كده ياكله كده. تمام. بصوا بقى فوائد الخروب ايه هي. اول حاجة بيحسن الهضم. بيحسن الهضم ليه؟ لان فيه كمية الياف تحفة. تمام. وكمان بيخفض الكوليسترول الضار. وكمان في مضادات أكسدة، ومضادات الأكسدة دي مهمة جدا عشان التلوث اللي احنا عايشين فيه ده. وبيشبع جدا لأن فيه ألياف زي ما قلت لكم. بس كده. هو دول الفوائد بتاعة الخروب اللي انا قلت ايه اقول لكم عليها. ودلوقتي ابتديت ان انا ارص الحاجة هنا على بتاع الكورنر دوت. هو ملوش دولاب ده بصراحة، هو رخم شوية ان هو ملوش قفل الدولاب يعني. الكورنر عندي ده ملوش قفلة، ملوش باب يعني الدولاب. فبصراحة بحط فيه الحاجة اللي هي ايدي بتيجي عليها. هو ده كان محل للكراكيب عامة، اي حد معاه حاجة يجي يحطها على الحتة دي. فانا ايه قلت لا انا ناوية يعني ان شاء الله كده عايزة اجيب له منظم احط الحاجة بحيث انها تبقى شكلا كويسة يعني، بدل ما تبقى بالمنظر ده. بس كده الى حد ما روقته يعني. بس كده. فطبعا ايه هنا ابتديت ان انا ارجع الحاجة مكانها وكده. فالحمد لله رب العالمين ان المية جت وابتديت ان انا بقى ايه اروق معاكم اهو. فاللهم لك الحمد ولك الشكر يعني. دايما الواحد يحمد ربنا على النعم اللي هو متمتع بيها ويشكر فضله يعني. ولئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا سبحانه وتعالى كل ما احنا شكرنا ربنا كل ما هيزيدنا وهيورينا النعم يعني. انا عايزه اقول لكم في ناس اللهم عافينا يعني، بيبقى والله عندهم فلوس وعندهم حاجات كتيرة مريحة في حياتهم، بس عينيهم معمية عن النعم يعني، ما بيشوفوش الحاجة اللي في ايديهم يعني. سبحان الله. فهي الفكرة النعم مش بس فلوس، ولا النعم هي حاجة واحدة. لا، النعم دي سبحان الله الأرزاق دي بتبقى صحة، بتبقى فلوس طبعا، بتبقى يعني راحة نفسية، ايه تاني، سعادة كده بتحسيها في قلبك، قرب من ربنا سبحانه وتعالى، انك انتي ربنا ييسر لك اصلا انك انتي تعبديه وانك انتي تذكري ربنا. فدي في حد ذاتها حاجة كبيرة، مش اي حد بياخدها. دي سبحان الله توفيق بيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، انك انت يبقى عندك قبول عند الناس يعني. سبحان الله. دي حاجة جميلة جدا. عايز اقول لك والله العظيم انا لما بشوف التعليقات يعني، كذا واحدة كتبت لي تعليقات بصراحة هما بسيط يعني عشان لسه في البداية وكده، بس بجد أقسم بالله أنا التعليقات دي بجد والله بتفرحني جدا. والله لما
يعني في واحدة كتبت لي تعليق مؤثر قوي، فأنا لغاية لما كمان اتأثرت لغاية ما يعني دموعي نزلت. فسبحان الله، ممكن انت يعني تتخيلي ان شخص انت ما تشوفيهوش وما تعرفيش شكله ولا تعرفيه اصلا خالص ولا عشرتيه، بس انت الطاقة بتاعت حبه كده، وان هو فعلا يعني بيتمنى لك الخير وبيكلمك كلام حلو او بيكتب لك كومنت حلو، والله العظيم بيأثر جدا. سبحان الله، يعني الإنسان كائن بيحس بطاقة اللي حواليه. يعني ممكن لو انت قاعدة مثلا في أوضة وحد تاني في أوضة والدنيا مش لطيفة بينكم، انت بتبقي قاعدة مش مرتاحة، حاسة ان في حاجة غلط. صح ولا غلط؟ يعني حتى لو واحدة جت زارتك وانت عارفة ان فلانة دي مثلا انت في حاجة مش مريحاكي، مع انها بتكلمك كويس جدا، بس بيبقى في عدم راحة. فسبحان الله، الحاجات دي من عند ربنا، بتبقى التوفيق من عند ربنا، حب الناس من عند ربنا، انك انت تقدري انك انت تعبدي ربنا، ده توفيق اصلا من ان ربنا هو سبحانه وتعالى سمح لك بده. فسبحان الله يعني، انا مش عارفه بطلع من موضوع بخش في موضوع، صح ولا ايه يا اولاد؟ مش عارفه يعني. عامه انا بحكي لكم باللي بيطلع على قلبي يعني، والله بتكلم معاكم كده بسجيتي وبطبيعتي، لان انا قلت بعد كده ان شاء الله يعني هحاول اطلع لكم بساره. ساره هي بتتكلم كده، ساره دي طبيعتها عشان تحبوني زي ما انا ماشي. فهو ده يعني الفكرة النهاردة من الفيديو ايه، انه انا حبيت انا اشجعكم برضو، وان انا اقول لكم بقى ان فعلا النعمة سبحان الله، لان انا حسيت بده، ان لما الحاجة بتروح منك انت بتفقديها وبتحسي بقيمتها، لكن طول ما هي جنبك خلاص موجودة مش فارقة. انما اول ما تحسي انها راحت كده بتبقي ايه، هتتجني. فسبحان الله العظيم، الحمد لله يعني على كل النعم. وبس كده. ايه تاني؟ ايه تاني يا ولاد؟ الكلام بتحسوه بيقف كده فجأة، مش عارفة مع ان انا لكاكة يعني، بس الكلام وقف فجأة. وهنا بقى كنت بعمل ايه، هقول لكم. كنت بعمل التصاد، طبعا التيفال دي انا مخصصه لها ان انا بحط لها ليفه، دي اللي هي السفنجة، ما بتبقى ناعمه، ما فيهاش بقى خرابيش ولا كده. وايه تاني؟ وبس كده الحمد لله. هنا كنت بغسل مواعين، عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اغسل مواعين دي كنت غاسله مواعين قدها ايه اكتر منها، بس حطيتهم في غساله الاطباق، اللهم لك الحمد يعني. فوالله بجد المواعين دي اكتر حاجه بتتعبني، او بتألم لي ظهري. ما اعرفش هل انتوا زيي ولا ايه. يعني انا ما عنديش مشكله في ان انا المع واعمل وكده، بس سبحان الله وقفه المواعين بتتعب، بتتعب الظهر جدا. انا ما اعرفش هل انتوا زيي ولا لا. فبصراحه لازم يبقى عندك، لو انت لسه عروسه جديده لازم يبقى عندك غساله اطباق. لازم كده، اهم جهاز في الحياه يعني، اهم من مش عارفه بقى، بس هو بالنسبه لي اهم جهاز في الحياه هو غساله الاطباق والله. بصراحه بتشيل منك يعني تعب كتير، لان وقفه المواعين فعلا مزعجه وفعلا ما بتخلص. يعني انت بتكوني خلصتي وخلاص وقفلتي المطبخ، شويه بتلاقي الحوض اتملى. هو في ايه؟ معرفش بقى، بتولد تقريبا. فغسالة الأطباق بصراحة بتنفع في العزايم جدا على فكرة. بتنفع في ايه تاني، في انك انت يعني على طول كده ايه، اول ما تصحي تلمي وعلى اخر اليوم تروحي مشغلاها مرة واحدة وخلصتي. بس ساعات بتبقى المواعين رخمة كده، وبيبقى عندك حاجات طبعا اللي هي التيفال والكلام ده ما بيدخلش بقى عشان بيبوظ. بصراحة انا سمعت ان هو بيبوظ، فبحاول احافظ عليه على قد ما اقدر عشان اسعارهم دلوقتي مش رخيصة. فبحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا اغسلهم على ايدي. فالحاجات اللي هي التيفال ما تحطوهاش في غسالة الأطباق. وكمان في حاجة تانية، بسم الله الرحمن الرحيم، الألمونيوم. الألمنيوم ما ينفعش ان هو يتحط في غسالة الأطباق، خلي بالكم خالص، لأن الألمنيوم بيقلب. أنا كان عندي المفرمة، بس الحمد لله بعد كده رجعت يعني، المفرمة بتاعة اللحمة، البتاع ده الحاجة بتاعتها من جوه ألمنيوم، فدخلتها في غسالة الأطباق، عايزة أقول لكم اسودت وبقى شكلها بشع. فإياكوا تحطوا أي صواني ألمنيوم أو أي حاجة ألمنيوم عندكم في غسالة الأطباق، علشان تحافظوا عليها، عشان شكلها هيبقى فظيع يعني، مش هتبقى حلوة أبدا. وبس كده الرغي خلص خلاص الحمد لله. هنا كنت خلصت المواعين اهو، وكبستهم فوق بعض كده، بس طبعا بعد كده هنشفهم واشيل الدنيا دي. بعد ما خلصت بقى لقيت الصينيه اللطيفه دي كنت ناسيها في في الترابيزه، وشلتها بقى وغسلتها انا مع نفسي، ما صورتهاش معاكم. وكمان الكوبايه دي. وطبعا قلت بقى امسح
الترابيزه وخلاص على كده. عايزه اقول لكم بقى، هل انا نجحت في التحدي؟ انا هنا بصوا هقول لكم بامانه، انا هنا لما سالت بنتي كنت خليتها تظبط المنبه على ايه بقى. انا ظبطت منبه على 30 دقيقه، اوكي. كنت خلصت المواعين وخلصت اللملمه والحاجات دي في 30 دقيقه، اوكي. بس ان انا نشفت بقى وعملت وشلت المواعين الناشفه ولميتها وكده، ابقى كذابه. لا، كان بعد 40، قولي 50 دقيقة مثلا، عشان أكون خلصت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، عشان مبقاش بكذب يعني. بس الحتة دي كنت منضفاها، بس المواعين لملمتها، دول اللي كانوا آخر حاجة جم، فرحت سايباهم بقى ينشفوا. وهنا كنت الحمد لله والشكر لله لملمت الدنيا. اللهم لك الحمد. هنا بقى ايه ده؟ نوى. عايزة اقول لكم انا بجمعه باكله، بجمعه عشان هعمل معاكم قهوة تحفة. تعالوا بقى اوريكم بعد ما طلعت الذرة اتسلقت يعني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، خطيرة. بصوا هي سخنة طبعا مولعة، بس عايزة اقول لكم مهرية هري. انا بصراحة دقت البيضة ودقت الصفرة، عجبتني البيضة اكتر. يعني انا دقت البيضة عجبتني اكتر من الصفرة، مش عارفة بقى، كل واحد هي اذواق. انا كل اللي بحطه عليها بحط ملح، ومش هحط عليها حاجة، هتعشى بيها كده بس، هي كعشاء هستكفي ان انا احط عليها ملح، ومش هزود عليها اي حاجة ايه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، تحفة مهرية هري. تمام. فعايزة اقول لكم خطيرة بقى، جيبوها واعملوها تحفة، وحطوا عليها شوية ملح وليمون لو بتحبوا، وبس كده. ما حطيتش زبدة ولا حطيت اي حاجة بصراحة، عشان متبقاش تقيلة بس على بالليل. بس في الطبيعي انا بصراحة باخدها تشويحة في حبة زبدة صغنطاطين يعني، بتبقى في حتة تانية، بتبقى تحفة 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 تحفة. كده خلاص ان شاء الله انا هتعشى وهنام باذن الله. يعني كده روتيني النهارده خلاص حبايب قلبي. اكيد طبعا مستنيه منكم تشجيع حبايب قلبي، اللي عجبه الفيديو واللي اتفرج عليه لغايه اللحظه دي يعمل لي لايك، وما ينساش يشترك عندي على القناه. بحبكم جدا في الله، ربنا يحفظكم يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.